هي الحقيقة بدلت نتفرج الرجاء والوداد، دونك جو عالمي، دنيا أخرى، مستوى كروي، امبيونس جمهور. قمت نبكي، قمت نبكي، جبت ورقة وستيلو، كنت موجود باش نكتب هذا معناها. وشوف باش نحكي معناها، تقارن ناس في عالم، ناس في دنيا، ناس في كورة واحنا في كورة. انا ليميت جبت حطيت كورتنا تعاني. تعاني مناش؟ تعاني من برمجة ما يفهمها حتى حد. تفرجت لازم مقابلة، والله قمت نبكي، والله قمت نبكي، والله نبكي معناها مش بالدموع، نبكي في قلبي هكا. علاش المشكل فوالا انه هكا انا بيدي زاد نحس بنوع من الحسره، انه قبل كنا باش نهربوا من الواقع نتاع الكره نتاع تونس نمشيو نتفرجوا في الريال بارسا، ولينا نتفرجوا في الوداد والرجاء باش نهربوا من الواقع بالطبيعه. شوف وين طحنا، شوف ديغراداسيون اللي صار. افتتاحيه الوداد والرجاء وانهي وما عندكش باش تتفرج في تونس. بربي اخر مره لعبوا جوج جماهير، تو جاي الدومي فينال، والله كان معنا صديق البرا جاي الدومي فينال اسبيرونس في استاد تونسيان. عليه جمهور اسبيرونس برك في استاد رادس في حفله. اهل المغرب هيك كتير عن جد، هيدي المره زودتوها، يعني افضل مواهب كره القدم موجوده في المغرب، وكمان افضل واجمل الجماهير موجوده في المغرب. ويعمل كميه الدخنه الرهيبه دي، كميه دخنه مفيش زيها. كأن تخيل مليون محل كباب وكفته فتحوا مع بعض. مباراة الوداد والرجاء المغربي بين قوسين دخان من غير كفتة. استعدوا لزلزال بالمغرب ما شفناه من سنتين يا جماعة، أكبر زلزال كروي في المغرب. دير بالرد، دير بخيالي. يا جماعة اللي أنا شايفه ده ايه الجماهير الرائعه دي؟ ايه الجماهير اللي عامله عظمه في المدرجات دي؟ بسم الله ما شاء الله على جمهور الوداد والرجاء المغربي. بلانكا الوداد والرجاء للحديث طبعا بقيه مع هذا الديربي الكبير، حيث كل شيء يتوقف في المغرب وكذلك في الوطن العربي مشاهده هذا الديربي. هيدا اجمل ديربي ممكن تحضره بحياتك، منه بس ديربي مغربي، لا حتى منه ديربي عربي، حتى منه ديربي عالمي، ديربي خاص. لازم تتكلم عن عظمة الجمهورين، لازم تتكلم عن جماهير الرجاء المغربي والتيفوهات اللي اتعملت والمسجات اللي اتعملت والشماريخ والإبهار البصري. يا جماعة ايه ده؟ ايه ديربي كازابلانكا ده؟ ايه الفخامة دي كلها؟ تخيلوا ان كل الدخلات دي جمهور الرجاء عملهم في نص ساعة بس. ايه الديربي ده؟ ايه الجماهير دي؟ ايه الألعاب النارية دي؟ لم أرى ديربي في العالم في كمية الألعاب النارية والتوقفات اللي حصلت في مباراة الرجاء والوداد النهاردة. حاجة عالمي. جمهور المغربي فاش كيبدا This is Raja Casablanca. Oh my God. أكثر من 50,000 متفرج أشعلوا المدرجات بكل ما الكلمة من معنى. هذا المدرج واعر، رجاء الشعب يدهش العالم. لم يكتفون بتيفو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، بل 5 وفي مباراة واحدة. بالباسلتين أكبر زلزال كروي. انا النهارده مش طالع اتكلم على اللقاء، لان اللقاء مش كان قد كده. انا طالع اتكلم على اللقاء بتاع الجمهور، طالع اتكلم على الجمهور اللي مالي الاستاد، طالع اتكلم على الجمهور اللي عامل عظمه، طالع اتكلم على الجمهور اللي هو افضل جمهور في العالم. الديربي الاول، الديربي القوه، الديربي التنافسي بين الفريقين الكبيرين. عم بحضر ديربي الوداد والرجاء، لك ما بحياتي شايفه هيك جماهير. كتير انديه عندها عدد كبير من الجماهير بس ما بيعرفوا يعملوا اجواء مثل الاجواء اللي بتعملوها. بالوداد وبالرجاء شوفوا أجواء الملعب، شوفوا الجماهير المجنونة، شوفوا جنون التشجيع، شوفوا الحب لكل واحد لناديه اللي كان في المباراة النهاردة. ولازم تتكلم عن جماهير الوداد المغربي والعظمة والروعة اللي قدموها في المدرج النهاردة. متعة غير طبيعية في المدرج أكتر بكتير من الملعب. نص ساعة تقريبا 5 دخلات. جمهور الوداد كمان مرعب، جمهور الرجاء ولع في الملعب، جمهور الوداد ولع في الملعب من الناحية الثانية. لم يسبق لي أن أشاهد مدرج وجماهير قاموا ب5 تيفوهات في مباراة واحدة
بهذا التنظيم وهذه الروعة وإظهارها بهذا الجمال. الرجاء والوداد اللي ما بيعرف يا جماعة هو أكبر جمهورين عربيا عبر العالم. اقسم بالله انا عمري ما شفت الجماهير او عمري ما شفت جماهير مصريه بتعمل اجواء زي المغرب كده. عمري ما شفت جماهير مصريه بتعمل اجواء زي جماهير الوداد والرجاء والجماهير المغربيه عامه. الناس كلها تفهم كده، بتهاجموني وعايزين مني ايه؟ لحبي للمغرب. انا عايز افهم. اشهد اللوحة الفنيه اللي شفنا اليوم تيفو مورا تيفو. لكن اقوى ديربي في الوطن العربي نقدر نقول والله نقدر نصنفه من أكيد نقدر نصنفه من اقوى الديربيات على مستوى الوطن العربي، وفي فتره من الفترات كان احتل المرتبه العاشره على مستوى العالم من ناحيه الجماهيريه والمستوى الفني. شوفوا الطريقه اللي عم بيشجعوا فيها، راح احط لكم فيديوهات هلا راح تجنوا. الشوط الاول انتهى 0-0 وليكوا اجواء الملعب. عم تتخيلوا ما انه جمهور الرجاء وجمهور الوداد كل واحد منهم عمل فوق ال5 تيفو بالمباراة الواحدة؟ باقي الجماهير بضلهم يشتغلوا لمدة شهر كرمال يزبط معهم تيفو واحد بالمباراة. لكن كان في حاجة وحشة، كان في حاجة تضايقك وتضايق اي حد بيتفرج، ان كل القنوات اللي نقلت المباراة للأسف ما جابتش العظمة اللي حصلت من الجماهير اللي انا بعرضها لك دلوقتي. القنوات ما نقلتش كل اللي حصل في المدرج وكانت مركزة على المستطيل الأخضر بس. هذا ما قام به جمهور رجاء الشعب، هذا ما قام به جمهور الرجاء في ديربي كازابلانكا. أرادوا أن يقدموا لوحة للعالم بهذه الطريقة. مع احترامنا لكل جماهير حتى لا هلالي، لا الهلال ولا الاتحاد ولا النصر ولا الأهلي ولا الأهلي المصري ولا السعودي ولا أي فريق قدام هالجمهورين. جمهورين رعب يا جماعة. ديربي الرعب، ديربي خيالي. بالغضب. جمهور الرجاء المغربي عملوا الشوط الاولاني كميه دخنه تغطي لندن، راح الوداد ردت عليهم الشوط الثاني راح عامل كميه دخنه تغطي باريس. ايه ده؟ والله العظيم افضل ديربي افريقيا حاليا، اقوى ديربي في افريقيا كلها، اقوى وافضل ديربي في المنطقه العربيه كلها. ايه الحلاوه دي؟ لا بجد ايه الحلاوه دي؟ يعني الكل مقتنع ان المباراه مش كانت قد كده واللعب مش قد كده والاسلوب في ارض الملعب مش قد كده، ولكن الكل مقتنع 100% ان الجمهور اللي كان موجود في المدرجات هو ده الاحلى حاجه كانت في اللقاء بالكامل. الطبيعي اللي كلنا تبقوا زيي، كلكم تبقوا زيي، ده الطبيعي واللي مفروض، واللي انا بعمله ده الكل المفروض يعمله. فبالتالي ديربي له ثقله الفني خلينا نقول، بالاضافه الى الثقل الجماهيري. لكن الجماهير يا جماعه، جماهير الوداد والرجاء في ديربي كازابلانكا دايما غير. شوف الملعب مقسوم بالنص بالظبط، نص الملعب احمر ونص الملعب اخضر. بالله عليكم انتوا اللي برات المغرب، خاصه انتوا برات المغرب، المغاربه بيعرفوا، اهل المغرب بيعرفوا شو هذا الجمهور الصخب، جمهور الوداد والرجاء يا جماعه. شوفوا المنظر غلط ما كاين، تقول مرسومين بليد. جمهور الرجاء وجمهور الوداد أفضل الجماهير العربية، وكمان فينا نحطهم بالتوب 5 من أجمل الجماهير في العالم. ما شاء الله على الجماهير المغربية، الجماهير المغربية المصنفة على العالم فعلا. هو في جماهير بالشكل ده، وفي روعة بالشكل ده، وفي جمال بالشكل ده. ما شاء الله والله العظيم. أنا قاعد أتفرج على الجمهور، أنا مش قاعد أتفرج على المباراة، أنا قاعد أتفرج على الجمهور. علشان اللي قلته مرة واثنين ومليون. لا يا موحى، فين تيشيرت منتخب مصر؟ اتكلم عن بلدك، انت مالك بالمغرب؟ هو في ايه يا جماعه؟ عايزين ايه يا جماعه؟ فكيف اذا كان الوداد والرجاء والديربي البيضاوي؟ شوفوا الفيديوهات واستمتعوا. من افضل ديربيات العالم، الجماهير مش طبيعيه. 5 دخلات في نص ساعه، ما شاء الله اكبر. 5 في عيون الحساد، 5 في عيون الأعادي. المغرب ديربي كازا دار البيضاء بين الرجاء والوداد. باش نحكيو على دخلت او تيفو فريق الرجاء البيضاوي. نشوفوا فيها قدامنا العباد يسمعوا فينا، ممكن على لي فريكونس نتاعنا نجموا ندخلوا للباج راديو اف ام والباج اي اف ام سبور، يشوفوا الدخله الرائعه. 5 مرات فيها 11 دقيقه ظهري ولا 13 دقيقه. دخله رائعه. 5 دخلات هما هي بيدها تتقلب 5 مرات، 5 تيفوات بالضبط، 5 تيفوات و5 معاني وخمسه معاني. 5 رسائل. الحركه الاولى كابتن تيفو هز عباره بالايطاليه اسمها أليجرو، يعني موسيقى سريعه
حيويه ومرحه، مغزاها هي هويه الفريق، هويه لعب الفريق، تيكي تاكا الرجاويه كتاب على اللعب الفرجه. هذه ما ريناش تيكي تاكا البارح، ما ريناش هذه ناحيه. الحركه الموسيقيه الثانيه اداجو. أداجو باللغة الإيطالية هي كلمة تحيل إلى إيقاع بطيء ومتثاقل كنوع من الإشارة لبعض الارتخاء الذي يصيب اللاعبين في لحظات التحول والمراحل الانتقالية. الحركة الموسيقية الثالثة اسمها سكيرزو بالإيطالية، يعني مرحلة نضج المقاطع الموسيقية في تناغم السيمفونية الثالثة دي بيتهوفن. يعني مستوى راقي كابتن، هذا نحكيو عليه كلمات باللغه الايطاليه ورموز موسيقيه وكل. الحركه الرابعه رمز من رموز الرياضيات، الانفيني، اللانهايه في عالم الرياضيات. الحركه ذيك كل 8 المقلوبه. اي 8 المقلوبه. والحركه هذه الحركه الرابعه هذوما التيفوات اللي شفناهم البارح في مدارج ملعب الرجاء، فيستيفال سبيكتاكل كابتن. البارح 8 متاع الليل بدات كتابتها، نتفرج في الريال والبرسا ثم اول مره يغيرني منذر القبيل الحقيقه اللي صار فيه البارح في مقابله الرجاء والوداد. صارت نعجب نقولوا عندنا منظومه احنا في تونس واربيتروات اللي ريناه البارح معناتها ما تكذب العين ومرق. والله الرجاء والوداد تعادلوا في 2 زادهم 9 دقائق ولا 8 دقائق باش عدلت الوداد. يا خويا كل الوداد عندها الاخطبوط بتاعها ممدود في الكاف وفي الجامعه المغربيه في الواحد، وجابوا لهم الحكم المعروف جياد، تذكروا جياد جابوا لهم جياد وجهه جياد على الاخر. حاسيلو عملوا فيه، خرج منذر القبير بورقه حمراء، خرج خالد المولهي بورقه حمراء، وعدلت الوداد في الدقيقه 99. معناتها عمل اللي حب. اول مره يسخفني منذر القبير. نحكيو لاعبيه جدد والاخر يلزمها شويه تتاقلم ورير مطلع على ادق التفاصيل. اليوم نظم صوتي معناها في بطوله نتاع تحكم فيها كونيكسيون، سي مجيد ينجم يحللها من 7 ماتشات، اليوم منصر يحلل في ماتش نتاع الرجاء. معناها راهو بالحق وين نحبوا نمشيو. اليوم فما نظام كبير برشا، الدخلات اللي كنا نحن الرايدين فيها، بنيه تحتيه قويه برشا، نظام كبير برشا، تيفوات كل درج ودرجين وربع ساعه يعملوا في دخلات. معناها شيء بالحق. اليوم العباد هذوما هربوا بينا، وخلينا نقولوا وهربوا بينا برشا وبعدوا علينا برشا. تشوف استاد كيفاش، تشوف الامبيونس، تسمع الحس، معناها تعمل بون كيف. اليوم تلعب في بطوله تلفزيونيه تتفرج عليها الناس الكل، العالم كله برمي، معناها خلينا نقولوا برمي الدربيات القوى واللي اليوم معناها جماهيريا معروفين. اليوم نحن مالوريزمون هما وين ونحن نلعبوا في بطوله تحكم فيها الديبي نتاع كونيكسيون، نجم تفسد لك اللعبه كل ومشت على المغرب. ديربي كازا دار البيضاء بين الرجاء والوداد. باش نحكيو على دخلت او تيفو فريق الرجاء البيضاوي، نشوفوا فيها قدامنا. العباد يسمعوا فينا ممكن على لي فريكونس نتاعنا ينجموا يدخلوا للباج راديو اف ام والباج اي اف ام سبور، يشوفوا الدخله الرائعه 5 مرات في 11 دقيقه ظهري ولا 13 دقيقه. دخله رائعه، 5 دخلات هما هي بيدها تتقلب 5 مرات، 5 تيفوات، 5 تيفوات و5 معاني وخمسه معاني. 5 رسائل. الحركه الاولى كابتن تيفو هز عبارة بالإيطالية اسمها أليجرو، يعني موسيقى سريعة حيوية ومرحة، مغزاها هي هوية الفريق، هوية لعب الفريق، تيكي تاكا الرجاوية كتاب على اللعب الفرجة. هذه ما ريناش تيكي تاكا البارح، هذه ناحية. الحركة الموسيقية الثانية أداجو. أداجو باللغة الإيطالية هي كلمة تحيل إلى إيقاع بطيء ومتثاقل كنوع من الإشارة لبعض الارتخاء الذي يصيب اللاعبين في لحظات التحول والمراحل الانتقالية. الحركة الموسيقية الثالثة اسمها سكيرزو بالإيطالية، يعني مرحلة نضج المقاطع الموسيقية في تناغم السيمفونية الثالثة دي بيتهوفن. يعني مستوى راقي كابتن، هذا نحكيو عليه كلمات باللغه الايطاليه ورموز موسيقيه وكل. الحركه الرابعه رمز من رموز الرياضيات، الانفيني، اللانهايه في عالم الرياضيات. الحركه ذيك كل 8 المقلوبه. اي 8 المقلوبه. والحركه هذه الحركه الرابعه هذوما التيفوات اللي شفناهم البارح في مدارج ملعب الرجاء، فيستيفال سبيكتاكل كابتن. البارح 8 متاع الليل بدات كتابتها، نتفرج في الريال والبرسا ثم ال11 يا جماعه ايه ده؟
ايه ديربي كازابلانكا ده؟ ايه الفخامه دي كلها؟ تخيلوا ان كل الدخلات دي جمهور الرجاء عملهم في نص ساعه بس، نص ساعه تقريبا 5 دخلات. جمهور الوداد كمان مرعب، جمهور الرجاء ولع في الملعب، جمهور الوداد ولع في الملعب من الناحيه الثانيه. ايه ده؟ والله العظيم افضل ديربي افريقي حاليا، اقوى ديربي في افريقيا كلها، اقوى وافضل ديربي في المنطقه العربيه كلها، من افضل ديربيات العالم. الجماهير مش طبيعيه، 5 دخلات في نص ساعه، ما شاء الله الله اكبر. 5 في عيون الحساد، 5 في عيون الاعادي. العدو الوحيد للديربي ده المخرج. المخرج ده جايبينه منين؟ جايبينه من اي دوله؟ الفخامه دي كلها ما تجيبهاش لاعب واقع على الارض وفي دخله في المدرجات ما بتجيبهاش ليه؟ مش ممكن. ليه ما شاء الله اللهم بارك. الجمال ده والله العظيم مش مجامله. اللي ما شافش الشوط الاول من ديربي كازابلانكا لا فاتوا تاريخ الكروي كله. ما شاء الله تبارك الله. دي مغرب. Trelli, Lioma, Raja, Wydad. I have the Raja fans here making so much noise. I've got the Wydad fans whistling. It's 2 hours before kickoff. I think it's going to be 2-2. Let me know your score predictions in the comments below. Talafras and Marbuha, inshallah. وهذا الكراكاج ديال الرجاء. واسمع اسمع شعرف لي يكون معكم. شوف دراري مزيانة مزيانة تبارك الله. الاخوان والاخوات هادو كانوا باقه من الفيديوهات اللي كتكلم او اللي كتوضح لنا جماليه ملعب محمد او المركب محمد الخامس في الديربي
البيضاوي اللي كتعتبر من احسن الديربيات في العالم. شفنا الجماهير الرجاويه والوداديه كيف اتت المدرجات والتشجيعات اللي في المستوى العالي. شفنا الكراكاج الاول والثاني، فتحيه لجميع الجماهير البيضاويه اللي اعطتنا واحد الجماليه في المدرجات. واكيد المقابله ديال الديربي اللي لحد الان هي متعادله 0 لمثله، فنتمنوا انها ترقى الى مستوى افضل فنيا. اكيد الدربيات البيضاويه فهي معروفه بالنديه ومعروفه بالمقابلات اللي كتبقى في التاريخ، وكانت كنظن اللي بقات في الاذهان هو كاس العرب اللي انتهت ب4 مقابل 4 وعرف التاهل الفريق الرجاوي الى الدور المقبل. شكرا لكم الخوت، ما تنساوناش من واحد لايك، وبطبيعه الحال اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه. لعبة الرجاء اللي خرجوا دابا وبداو في التسخينات ديالهم باش يستعدوا للمباراة الديربي، المباراة الشيقة. هما اللعابة كاملين. بقى 20 دقيقة بالضبط باش يبدا الديربي. ستاد دونور كامل عامر، لا جمهور الوداد لا جمهور الرجاء معمرين، وتبارك الله الجمهور جايه واحد الحماس، جاي باغي تشجع فريقيا كله وشكون باغي يربح. ونتمنوا ان شاء الله نشوفوا احسن ماتش العام، ونشوفوا شي ماتش في المستوى، لا من ناحيه كره القدم لا من ناحيه الجماهير. الجماهير ما نخافوش عليهم، هذوك راه دائما في المستوى. لعابه تاهم تبارك الله عليهم، لعابه كبار. ان شاء الله هذا الماتش يدوز واعر ونستمتعوا كاملين. هاد اللوحات الفنيه اللي شفنا اليوم، تيفو مورا تيم، غلط ما كاين، تقول مرسومين باليد. الجمهور المغربي فاش كيبدع، الجمهور المغربي فاش كيحب فرقته كيفاش كيعبر عليها. اجواء ما بين ميطا وميطا خياليه. الحمرا وخذوا كل شيء، خمم فيها تشورنونوتي، سيبورتن سمع لا بوتشي. دونور كامل شاعر، فريمي جامع كاينه كل شيء. 5 تيفوهات، هل شاهدت هذا الجمال؟ هذا النظام؟ هذا الترتيب؟ هذه اللوحات؟ هذا ما فعله جمهور الرجاء في هذه المباراة. المغربية بيعرفوا، المغاربة بيعرفوا، بس أنا بدي خارج المغرب يتعرفوا جمهورنا. أنا والله ما كنت بعرف هالقد، بعرف جمهور مرعب، بس شفت لقطات وعرفت تاريخهم وشفت الإحصائيات اللي عندهم، التيفو، النظام. الملعب ما فيهوش كرسي فاضي، ده بين الكراسي كمان ما بيبقاش فاضي، لو رميت كوين كده ما ينزلش على الارض من الناس. وتشوف عظمه بتتقدم من المدرج ملهاش حل في افريقيا كلها. وانا قاعد بقلب في الفيسبوك وبدور على الجمهور وبدور على الاجواء، بجيب التيفو وبجيب كل حاجه. ما شاء الله يا جماعه بجد، يعني الجمهور المغربي دايما يعني حتى المباراه النهارده لو مش فيها اداء، ولكن المباراه ناجحه عشان الجمهور ده. الجمهور المغربي دايما بينجح اي مباراه. مش عايزين صوت موحى اللي بيعتبر نفسه مغربي بجد يوصل ليه لكل العالم. لحد امتى هنفضل كده بقى؟ انا تعبت.
الرعب. اول مره حيتلاقوا مع سندان، تعرفوا شو يعني يتلاقوا هالجمهورين، اكبر جمهورين بالعالم، العالم العربي يمكن ايضا العالم الاجنبي، يتلاقوا هيدا مش تسكوا، هيدا حرب يا جماعه، حرب زلزال. اقوى ديربي بشوفه دلوقتي من حيث المدرج هو ديربي الوداد والرجاء في كازابلانكا. الديربي المصري زمان ايام ما النادي الاهلي كان مدرجه بخير، كان النادي الاهلي سابق كل الناس دي. تفضلوا هلا عم تشوفون لايف، تفضلوا تخيلوا مباراة بشوطة الأول وهيك بعد الأجواء مشتعلة، لأن الجمهور المغربي مش طبيعي بتشجيع فرقه. وصحيح الكلام اللي دايما يتقال ان الجماهير المغربيه دايما لما المنتخب المغربي او المنتخبات المغربيه تشارك في اي بطولات في العالم، دايما اللي بينجحوا البطوله وافضل جمهور بيكون موجود في البطوله بشهاده منظم البطوله الجماهير المغربيه. خلاص يا موحد اخذوا كاس العالم واحتفلت يوم يومين، ما كفايه، عايز ايه؟ كفايه تطبيل، كفايه لا. زلزال مغربي، زلزال كروي مغربي غاشي حيكون الليله. حنشاهد صخب جمهوري مش شايفينه قبل برا داخل المغرب. الليله من باسنتين زلزال كروي بانتظارنا بين الرجاء والوداد. العدو الوحيد للديربي ده المخرج. ليه؟ المخرج ده جايبينه منين؟ جايبينه من اي دوله؟ الفخامه دي كلها ما تجيبهاش لاعب واقع على الارض وفي دخله في المدرجات، ما بتجيبهاش ليه؟ الجماهير المغربيه دايما رقم واحد، الجماهير المغربيه دايما مكتسحه الكل. النهارده انا شايف الاعداد كامله، مفيش كرسي فاضي، ملعب مركب محمد الخامس مليان على اخره. وانا هنا عايز ابعت رساله للمسؤولين في مصر، لما يكون في مباراه للاهلي والزمالك، يعني مباراه الكلاسيكو بتاع مصر الاهلي والزمالك، الديربي بتاعنا يعني، فيقوم ايه مدخلين 3000 مشجع للاهلي و3000 مشجع للزمالك. جهزوا حالكم والله. اي متعه ننتظر، عن اي نقاش سأعلق، عن اي الاسماء ستتحدث، سأغني لمن. لكن دلوقتي الوداد والرجاء سابقين بشكل كبير جدا من حيث المدرج، وده اللي دايما بقوله في دوري ابطال افريقيا، ان فرق المغرب دايما صعبه بسبب مدرجاتها وبسبب جمهورها اللي بيكون في حاله جنون جوه الملعب، واللي بيقدم عظمه كبيره جدا جوه الملعب ما ينفعش ما نتكلمش عنها. وكلهم كده قاعدين، كل واحد قاعد في ركن، بس هو ده الجمهور. يا جماعه اتعلموا من المغرب مش عيب، اتعلموا من المغرب مش عيب. شوفوا الجماهير النهارده كلها كانت حاضره بشكل رهيب وممتع ازاي. الجماهير هي اللي بتحلي اللقاء. لكن اللي بيثبت اللي بيحب المغرب من قلبه، اللي بيوصل رسائل للعالم اللي مش هتيجي تاني. Honestly, it's 90 minutes before kick-off and they're all in like this. الجمهور المغربي فاش كيحب فرقته ها كيفاش كيعبر عليها. مش ممكن. ما شاء الله اللهم بارك، الجمال ده والله العظيم مش مجامله. اللي ما شافش الشوط الاول من ديربي كازابلانكا لا فاتوا تاريخ الكروي كله. واو honestly it's amazing. ما شاء الله ما شاء الله. وتوقفت المباراة بالعديد من الأوقات، الحكم اضطر لإيقافها حوالي 23 دقيقة وزاد وقت بدل ضايع، والمباراة انتهت بالتعادل السلبي. مباراة ما شهدت الفرص الحقيقية من الطرفين. وانت قاعد كده وتسمع صوت الجماهير، حاجة روعة، حاجة روعة. حتى لو الأداء مش حلو، الجماهير دايما بتخلي فيه طعم جميل لأي مباراة. بسم الله ما شاء الله على الجمهور المغربي، ناس متقدمين في كل حاجة ومتفوقين في كل حاجة ومكتسحين في كل حاجة. والإنجازات اللي بتحصل مش هتتعمل تاني، فنفوق نفوق. أجيبها لك من ورا لحد قدام. دايما كنقولوها اقوى ديربي في العالم، ديربي كازابلانكا ما بين الرجاء والوداد. بسم الله ما شاء الله دايما سابقين الجميع. عايز اتكلم عن حكيم زياش. حكيم زياش اللقطه او الرائع، حكيم زياش اللي ما فيش لاعب او ما فيش حد في المغرب ما بيحبش هذا اللاعب. حكيم زياش الاسطوره